في هذا الحي الفقير وسط الإسكندرية يقضي مصطفى رجب الذي لم يكمل دراسته الثانوية وقتا طويلا أمام جهاز اخترعه بعد أبحاث استمرت نحو 18 عاما. الاختراع هو مولد ذاتي للطاقة الكهربائية المستمرة، وتقوم فكرته على خلق دائرة كهربائية مغلقة إلكترونيا تنتج تيارا كهربائيا بلا توقف يمكنه أن يحل محل مصادر الطاقة المختلفة. هو عبارة عن مولد طاقة كهربائية بيغني عن البترول كوقود بنسبة 100%، وبديل للسد العالي. التيار اللي طلع من البطارية دخل على الباور انفرتر ادى كهرباء للشاحن، الشاحن قام راددها تاني للبطارية، كده بقت عبارة عن كده دايرة مغلقة. أما الطفل الإماراتي أديب سليمان البلوشي البالغ من العمر 9 سنوات فهو يعد أصغر مخترع عربي، حيث تمكن من اختراع حذاء طبي لمساعدة والده الذي يعاني من إعاقة في ساقه. أنا سويت هذا الحذاء طبي عشان أبوي هو عنده شغل الأطفال ما يقدر يمشي بدون هذا الجوتي، وهذا الجوتي هو مو واتر بروف هو أحيانا يروح حتى يسبح، فأنا قاعد أحاول أسوي له هذا الجهاز واتر بروف. وبهدف دعم هذه الاختراعات وإيجاد ظهير حكومي لها استضافت الجامعة العربية هذا المنتدى في محاولة لخلق جسر للتواصل بين هؤلاء المخترعين ومؤسسات الأبحاث العلمية في العالم. نخبة من العلماء والمخترعين العرب شاركت في هذا المنتدى الذي افتتحه الأمين العام للجامعة العربية بكلمة أشاد فيها بالمنتدى كإطار منظم لرعاية أعمال المخترعين. مخترعين في كل مكان. لو نظرنا الى تاريخ العالم كان في حاجات فرديه، لكن لما يكون هناك في تجمع وفي تشجيع وفي يعني نظره عامه على هذا الموضوع، وهو المطلوب للمستقبل. المنتدى دعا إلى تنظيم معارض لتسويق المنتجات التي يخترعها الشباب العربي والتي كانت مطلبا ملحا لهم. محمود حسين، الجزيرة، القاهرة.